صباح الخير لاصحابنا في كل مكان. وصلنا دلوقتي لفقره جديده من فقرات شقاوة شطار، وهي فقره الورشه. ففقره الورشه بنقدم لكم افكار بتكون سهله، والخامات اللي احنا بنستخدمها بتكون سهله جدا وموجوده عندنا في البيت او ممكن نشتريها من المكتبه. النهارده معانا صديقه نتعرف عليها. معانا مين؟ انت يعني اسمك ايه؟ همس طبعا. همس طبعا. طب ممكن نشوف وشك الحلو يا همس؟ ممكن ننزل ايدينا ونشوف وشك؟ عندك كام سنه كده كده؟ كام؟ واحنا عايزين صحابنا يشوفوكي، عارفه ليه؟ علشان بعد كده لما يشوفوكي يعرفوا ان انتي همس. ممكن ننزل ايدينا؟ ميرسي. عندك كام سنه يا همس؟ عندي كده كام؟ انا مش بعرف اعد. 1 2 3. برافو عليكي. ففقره الورشه، تحبي تفاح؟ تحبي تاكليه؟ طب ايه رايك لو عملنا فريم او برواز على شكل تفاح؟ بروزي. ايه رايك؟ ايوه. طب نوري صحابنا هنعمله ازاي؟ موافقه؟ هتساعديني؟ يلا بينا. علشان نعمل البرواز هنبقى محتاجين خامات سهله قوي. هنبقى محتاجين ورق مقوى، هنخلي ماما هي اللي تقصه لنا على شكل التفاح. وبعد كده التفاح لونه ايه؟ ريد. ريد يعني ايه؟ او كتير من صحابنا بيحبوا ياكلوه هو لونه كده، فاحنا هنقص كمان شكل الفريم او البرواز باللون الاحمر. بعد كده هنجيب الفروع الخضراء، بعد كده هنجيب ورقه طويله زي كده عشان نعرف نسند عليها البرواز. اتفقنا؟ كل الحاجات اللي احنا هنستخدمها دلوقتي سهله، زي ما قلت ممكن نجيبها من المكتبه. اخر حاجه علشان نلزق الفريم او البرواز بتاعنا هنبقى محتاجين مسدس الشمع، بس ممكن نخلي حد كبير معانا يا همسه عشان ايدينا ما تتلسعش. ايوه. انا معاكي كبيره، فانا اللي هحط الشمع وانتي هتساعديني. اتفقنا؟ اتفقنا. اول خطوه هنعملها زي ما قلت هنجيب الورق المقوى، بعد كده هنجيب الاوتلاين او الخطوط العريضه اللي احنا قصيناها باللون الاحمر. ممكن انا هحط لك الشمع وانتي تساعديني نلزق. اوكي؟ كده هنجيب ده، احنا هنشيلها لما تنشف. اوكي؟ بعد كده هنجيب الفروع. انا هحط هنا، ممكن انتي تلزقي دي هنا، بس نحطها هنا من غير ما ايدينا تيجي عليها. ندوس هنا كمان. هنجيب هنا مسدس الشمع، ممكن تحطي دي هنا. برافو عليكي. بعد كده احنا بنشوف التفاحه، ممكن نحط دي هنا. برافو عليكي. بعد كده اخر حاجه علشان البرواز بتاعنا نقدر نحط فيه صوره ويبان، هنجيب زي ما قلنا هتبقى ورقه، بعد كده هنتنيها كده يا همس. اوكي، كمان هنحط عليها اخر حاجه هنعملها ان احنا هنلزقها كده. دي يعني زي دي. ايه رايك؟ فكره سهله. هتحطي صوره مين جوه البرواز؟ صورتك ولا صوره حد تاني؟ صورة حد تاني. زي مين؟ زي اي حد يعني. زي مين؟ حد من صحابك ولا ماما؟ لا، من ماما. يبقى احنا النهارده قدمنا لكم فكره برواز سهل لاصحابنا اللي بيحبوا الفواكه او بيحبوا ان هم يعملوا اشكال جديده على شكل تفاحه. احنا هنا الصوره هنا الفراغ علشان نحط صوره اي حد احنا بنحبه او نحط صورتنا. خلصت فقره الورشه. ممكن يا همس نبص لاصحابنا في الكاميرا ونقول لهم باي باي؟ نبص لهم باي باي.